السلام عليكم ويا هلا وغلا فيكم. صناعة خوخة تحييكم. راح أشارك معاكم اليوم غدا لطيف ولذيذ صراحة محبوب عندي. راح أصلح إيدام بامية بالدجاج، ممكن تصلحونه باللحم حسب رغبتكم أو صدور، بس أفضل أنها تكون دجاجة كاملة مقطعة كذا ويجيس إيدام مسبك لذيذ مع رز أبيض. يا سلام ولا ألذ. المقادير بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل بيت، بس حبيت أشارك غداي معاكم اليوم. بسم الله. راح نبدأ ننزل زيت زيتون أو زيت نباتي حسب رغبتكم. ننزل البصل فصين ثوم شريحة زنجبيل، خليهم يتحمرون لحد ما يشقر معاي البصل تطلع ريحته. خلال هذا الأسبوع سألتوني يا بنات عن هذه القدور، قدوري من موقع الموقد. قدور سنستيل مغطى بطبقة عازلة سميكة وما شاء الله حلوة مرة في الطبخ. هالقدور كانت عندي من قبل رمضان تقريبا، لي استخدمها 6 شهور وما شاء الله بنفس الجودة وما تغيرت، ما شاء الله تبارك الرحمن. كانت مقطوعة أول ما نزلوها، استمر بيعها 3 شهور بعدين وقفت، ورجعوا الحين وفروها في التطبيق. راح ارفق لكم التطبيق وارفق لكم كود الخصم، راح يخصم لكم 5% زيادة على التخفيض. سعر الطقم كامل تقريبا 222 بهذا الحدود يعني، فالسعر منافسة على الجودة مرة رائع. طبعا تجيز 5 قطع 5 حبات قدور طقم، ومع الأغطية من حجم كبير إلى الحجم الصغير. حجمها راهي، تنفع للعائلات وتنفع للطبخ اليومي، مرة رائعة صراحة. هذا يعتبر القدر الوسطاني، في أكبر منه راح أصلح فيه الرز. وأنتم شايفين إنه خلال هذه الفترة أغلب طبخي فيها، وغض النظر عن الموقع وعن القدور، لكن صراحة أنصح فيها وجميلة ورائعة وخدمة للبيوت وللعوائل مرة ممتازة. كذا اللون المطلوب، لما يصير يشقر البصل عندي وياخذ هذا اللون يطلع تمام. خلاص الحين راح نضيف ملعقتين معجون طماطم تنحمص عشان تخفف موضة الصلصة، وبعدها ننزل قطع الدجاج تحمر. هذه البهارات مكعبين ماجي، كمون، كزبرة، فلفل أسود، بهاراتي مطحونة فريش لذيذة مرة مع العنسات كذا. أحب البهارات تكون طازجة، أطحنها وأنزلها على طول تعطي ريحة حلوة كذا. لون التسبيكة ما شاء الله. ننزل قطع الدجاج، قطع الدجاج مقطعة 2 مغسولة. كذا تسبك الدجاج، هذا لون حلو. الحين ننزل حبتين طماطم مخلوطة، بضيف كوب موية واخلي الدجاج يطبخ كذا ويتسبك. بعدين نضيف الخضار، نضيف البامية، ممكن بامية لحالها او حبتين بطاطس زيادة عليها حسب رغبتكم. كذا الكشمة تطبخ، ننزل الموية ونخلي الدجاج يطبخ ربع ساعة يستوي، وبعدين ننزل الخضار عليه. هنا عندي الدجاج خلاص تقريبا استوى، 3 أرباع استوى. راح اخليه يستوي مع الخضرة يكمل. هذه البامية عندي مغسولة ومقمعة مع شوي بطاطس. البامية عندي طازجة فريش، حجمها كبير فقصصت كل حبة تقريبا نص الشكل. خلاص خلي البامية تطبخ على راحتها، نار هادية، تاخذ 20 دقيقة كذا. وهنا عندي هذا القدر الكبير، شايفين ما شاء الله كيف حجمه يناسب العوائل الكبيرة.
راح أصلح فيه الرز أبيض. حطيت موية، زيت، فلفل رومي وبهارات صحيحة. خلاص بخلي الموية تطبخ تغلي والملح، وبعد كذا راح أضيف الرز. كذا عندي المرق حق الرز بدأ يطبخ الموية والزيت. راح أصلح رز أبيض لذيذ مع الإدام. عندي الرز مغسول منقوع تقريبا له نص ساعة. ما شاء الله هذا ما شاء الله قرب يستوي. كيف نثري ما شاء الله. خلاص خطوة أخيرة، إذا أنتم حابين تضيفون بهارات مسمنة ممكن كمون وكزبرة تنباع في كل السوبر ماركت مكتوب عليها مسمنة. ممكن تضيفين ليمون وكزبرة، ليمون أسود وكزبرة ناشفة وشوي قرفة أو رشة هيل تكفي. شوية من بودرة الزعفران وكذلك رشة من البصل المقلي، وعلى جنب شوي من البصل المقلي. وخلاص نكتم الرز لين وقت التقديم. شوف الألوان ما شاء الله، لو توصلكم بس ريحته. خلاص سكر عليه لوقت التقديم. وهذه ما شاء الله قدور الموقد. هذا الطقم كامل، شايفين كيف ما شاء الله، له تقريبا 6 شهور وما تغير على نفس جودته. هذا الحجم الصغير شايفين كيف يجي مطلي بهالطريقة غير قابل للالتصاق. كذا جاهزة على الفرن. بسوي معاكم سلطة زهرة سهلة ولذيذة وحلوة. عندي زهرة قصصتها كذا وردات، غسلتها بموية دافية وخل لحد ما صفت، لأن تعرفون الزهرة تجمع تراب وغبار وزي كذا لين تصير زي كذا مفتحة. استخدمت بطاطا حلوة قصصتها مكعبات عادي، ممكن بطاطس عادية، بس استخدمت بطاطا حلوة بعد حلوة يعني مع السلطة. راح نرشهم زيت نباتي أو زيت زيتون لأني راح أشويهم، ممكن في القلاية الهوائية أو الفرن. البهارات راح أضيف بهار كاجون، راح أضيف بهارات شوا، راح أضيف شوي من الأوريجانو، بهارات إيطالية. راح أتبلهم تمام وأدخلهم الفرن لحد ما ينشرون. وبعدين نجهز جرجير مقصص، وبعدين نحط الخضار عليه. والصوص راح يكون صوص الراش. شوي ملح كذا تمام. عندي الخضار جاهزة للشوي. هنا عندي الزهرة والبطاطا الحلوة خلاص انشوت وجاهزة. احط عليها رشة كزبرة. عندي الجرجير مورق وجاهز، غسلته قصصته. خلاص ننتظر شوي الخضرة تبرد كذا، بعدين نصفها على وجه الجرجير. وبعدين إذا حابين تحطون صوص الرانش، أنا راح أضيف صلصة الرانش الجاهزة. ممكن تحطون طحينة وزبادي ولا ليمون حسب رغبتكم، بس أنا بضيف صوص الرانش. هذا رزنا ما شاء الله. هذا إدام البامية ما شاء الله وحقق الله بالله.